لا بأس أيضا من الالتفات إليه ونحن بصدد القراءة في الصلاة. حبيبي شيء يكتبوها في كل القرآن طبيعي، كتابة شيء اعتيادي، أنبياء وهمزة، إلا في سورة الكهف. والله هاي شلون منين جبتها؟ يضعون ألف بين السين والياء. غلط صحيح. شنو منشأ الانتزاع؟ كان عشوائية المسألة ما نعرف، أي بالنسبة إلى سبب كتابة الأقدمين، ولكنه على أي حال هو شيء. المتأخرين يجون ليش الشكل كاتبين؟ والكتابة أيضا معتبرة ومقدسة، إذا نقرأ شيء وليس شيء. وبعضهم يقرأوها شيء، ونحو ذلك من الحيرة العجيبة الغريبة، مع العلم فيه من سائر الأشياء لو صح التعبير فرقة ألف. أنا قلت لواحد ممن يفهم الإنجليزي هم أكو سايلنت باللغة العربية، أي حرف غير منطوق. باللغة الإنجليزية أكو شيء، وأما باللغة العربية لعله أكو هالحرفين المشهورين ألف واو الجماعة واو عمرو، التي وجدت لمصالح منطقية، لكن هذا الألف ليس لمصلحة منطقية، وإنما هو إضلال للقارئ، ليس أكثر من ذلك. فالمهم أنه ليس من أهله ولا في محله إطلاقا، والذي كتبه لا يفهم. نحن لا نعلم مذهبه، لا نعلم التزامه الديني، لا نعلم مستواه اللغوي، لا نعلم مستواه الفقهي، مع ذلك يكون خلي على راسه ويدوس على راسه ويغلط الأجيال كلها، لعنه الله بكل العائن. سبحان الله، عجبا عجبا. إلى هذه الدرجة نحن دبش حبيبي. على كل حال